الإحسان من أعاظم الدرجات، ولكن للإحسان أيضا درجات، أعلاها ذكرها القرآن مرتين. مرة في حق أعظم الناس على المسلم حقا، وهما والداه، أبوك وأمك. شوف القرآن كله تقرأه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أن لا يشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لكن في موضع واحد من القرآن في سورة العنكبوت شو يقول؟ يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. مو ذكرها رب العالمين هيجي يعني اعتباطا، حاشا جل الله، لا، ذكرها لأنها تعني شيئا. الحسن غير الإحسان. الإحسان أن تقدم لأبيك ما قدمه لك، بيت وأكل ومشرب وملبس، شو يريد هو الأب؟ هذا إحسان. الحسن أن تقدم له البيت وتحسس أنه هو صاحب البيت مو أنت، وبأي لحظة يريد يطردك من البيت يطردك، البيت ملكه. هذا هو الحسن. الحسن عندما تقدم لوالدك الطعام تبقى واقف على راسه إلى أن يأذن لك أن تأكل معه. حسن. ليش؟ لأن المأكل والمشرب والماء وأجلكم الله للدابة مالتك اللي عندك تقدر توفرها أيضا. احسب أخي عدد الشيبات التي شايبت في لحية أبيك أو رأسه، كل شيبة تحكي قصة النعيم الذي تعيشه أنت. إذا شفت أبوك زعلان معناته زعلان على مودك، وإذا رفعت صوتك على أبوك اعلم أنها أكبر جريمة توازي الشرك بالله. وإذا ما ضحك أبوك فاعلم أنه سعيد لأنك سعيد. وأمك ما أعظم الأم. يكفي في ذلك حديث واحد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ماتت الأم نادت الملائكة قالت: يا ابن آدم، ماتت المرأة التي كنا نكرمك لأجلها، فاعمل صالحا نكرمك لأجله. يعني سيدنا ابن عمر الله يرضى عنه شاف رجل شايل عجوز على ظهره وطاف بها البيت 7 نوبات، وسعى بين، ترى السعي بين الصفا والمروة مو هين، الصفا والمروة يعني 400 متر، وحتى الطواف مو هين. الطواف يعني بطواف الوداع، بالطواف الثالث طواف الوداع كانوا الناس كثيرين، فاضطريت بالطابق الثالث أطوف. تدرون بديت الطواف بال11 قبل صلاة الظهر، خلصت بعد صلاة العصر. القضية مو هينة من الزحمة. فشافه جاي يطوف وسعى بها، فأرسل في طلبه، قال: من أين أنت؟ قال: أنا من الكوفة. وما هذه العجوز منك؟ قال: هي أمي. يا ابن عمر، هل جازيتها؟ يعني هاي كلها جبتها، جيب شيل من العراق، وهذا أن الطواف والسعي على ظهري، جازيتها؟ قال: ولا طلق من طلقاتها، ولكنك أحسنت وأجزلت. قال: لما يا ابن عمر؟ قال: لأنها فعلت كل ذلك لك، بشارتك ببطنها 9 أشهر، وربتك وعانت من أجلك إلى أن بلغت مبلغ الرجال، فعلت كل ذلك لك، وهي ترجو لك الحياة، تتمنى أنت تعيش، وأنت تفعل لها ذلك، وأنت ترجو لها الخلاص، تريد تخلص، وكلنا نريد نخلص. ثقل فعلا.